فتخيل إنك ما فيش عندك مقدرات داخل الجامعة، تخرج خارج الجامعة بتلاقي نجمة ولا نجمتين يسوق طقم أو سيارة حبة آخر موديل قيمتها 50-60 ألف دولار، بينما الكمبيوتر ما كلفش حتى 400 دولار. في رصيده أكثر من 71 براءة اختراع دولية، لم يترك سوقا تكنولوجية من أمريكا إلى الصين إلا وترك فيها بصمته. وبينما يتصارع العلماء حول تحسين كفاءة الطاقة الشمسية بأجزاء من 1%، قفز ذمرين بالنتائج إلى 36%، محطما السقف التقليدي عبر تقنيات الخلايا الهجينة والترادفية. يشغل منصب بروفيسور في جامعة أوساكا، إحدى أعرق الجامعات اليابانية والمصنفة ضمن نخبة جامعات العالم، رئيس مركز أبحاث تويو ألمنيوم المشترك بين جامعة أوساكا وعملاق الصناعة اليابانية تويو. كما ويشغل كبير الاختصاصيين في شركة تويو ألمنيوم، حيث تتحول الأبحاث إلى تقنيات تقود السوق. ويعمل مدير العلاقات الدولية في جمعية الطاقة الشمسية اليابانية، الموقع الذي يقود من خلاله الدبلوماسية العلمية لليابان في مجال الطاقة النظيفة. ويشغل منصب سفير العرب في جمعية الطاقة الشمسية اليابانية. إنه البروفيسور مروان ذمرين قصة رجل جمع بين هيبة الأكاديمية كبروفيسور في جامعة أوساكا، وقوة الصناعة كقائد للأبحاث في تويو ألمنيوم، وثقل كمحرك أساسي للعلاقات الدولية في جمعية الطاقة الشمسية اليابانية.